وفي الانجيل. مصر دي اللي تجلى المولى عز وجل بوجهه الكريم على ارض سيناء وخر الجبل ساكت. فاحنا النهارده جايين بنحتفل بنصر اكتوبر. الناس اللي ماتت اللي من حقها هي اللي كانت تعيش، وجه عصر فاسد بعد منها عصر. الرئيس السابق حسني مبارك في اخر 10 سنين زرع الفساد في مصر. هو اللي كان السبب في ان العشوائيات طلعت في كل مكان، هو اللي كان السبب في ان التخطيط طلع سيء. اخر 10 سنين حسني مبارك والحاشيه الفاسده بتاعته هم سبب الدمار، سبب دمار الصحه، سبب التخلف في التعليم، سبب التخلف في الصناعه وفي الزراعه والمبيدات المسرطنه هو حسني مبارك. جه بعدها الناس اللي كانت عاوزه تبيع البلد كلها. الناس كانت عملت اتفاقيات ما عندهمش وطنيه، ما عندهمش دم. الناس دي جت حبت تبيع سينا وتبيع حلايب وشلاتين بالورقه والقلم. انما جه النصر من عند المولى عز وجل، ثم الراجل الشجاع صاحب القرار. في فرق بين راجل صاحب قرار وراجل ما يقدرش يقول قرار. جه الفريق عبد الفتاح السيسي قال القرار، قال وجمد الناس اللي ضحكت على الشعب كله باسم الدين. احنا شعب متدين، سواء مسلم او مسيحي متدين بالفطره. المسلم بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل عمره، والمسيحي بيروح الكنيسه بتاعته سواء يوم الجمعه او يوم الحج وبيتلقى تعليمه في الكنيسه. المشكله عندنا هي مشكلتين اثنين. احنا الان بنحارب يا شعب متغمر ويا شباب. انتوا الشباب الصغير اللي هيقود المسؤوليه فيما بعد. احنا بنحارب من اثنين، من الفساد بتاع زمان بتاع حسني مبارك واللي ما زال في بعضهم لسه في الحكم وفي مجالس المدن وفي الوحدات المحليه. الناس دي عماله تنهش في اكلكم وفي شربكم. والناس اللي بتحارب اللي النهارده مات حوالي 20 فرد مصري بسببهم. الناس اللي عاوزه تعكنن ميادين مصر كلها فرحانه، شعب مصر كله فرحان وبيضحك. الناس دي كانت جايه تعكنن على شعب مصر. ليه؟ ما حدش سأل نفسه ليه؟ ده احنا بنحتفل بالناس دي. ده رئيس الجمهوريه السادات مات وهو على المنصه بيحتفل في وسط جنوده. ما سالوش نفسهم ليه؟ ليه جمال عبد الناصر عمل كده؟